كل الأجهزة اللي حوالينا دلوقتي من الموبايل للساعة الذكية وحتى التلاجة كلها بتتكلم مع بعض ومع الإنترنت. طب يا ترى إزاي؟ السر كله في حاجة بسيطة جدا اسمها ال IP address أو عنوان ال IP. طب سؤال كده سريع، إيه الحاجة المشتركة بين الموبايل بتاعنا والساعة الذكية وحتى العربيات الجديدة؟ فكروا فيها كده، كلهم أجهزة ذكية، ماشي، بس في حاجة أعمق. كلهم عشان يتصلوا بالنت ويشتغلوا صح لازم يكون لكل واحد فيهم هوية رقمية مميزة. والإجابة هي إن كل واحد فيهم عنده عنوان رقمي سري. أيوة بالظبط، زي عنوان بيوتنا كده. زي ما كل بيت ليه عنوان عشان البريد يعرف يوصله، كل جهاز على أي شبكة لازم يكون له عنوان فريد عشان البيانات تعرف توصله. العنوان ده بقى هو اللي بنسميه ال IP address أو عنوان بروتوكول الإنترنت. فكروا فيه زي رقم الموبايل، من غير رقم مميز لكل شخص محدش يعرف يتصل بالتاني. هو ده بالظبط دور ال IP، من غيره الأجهزة دي كلها مش هتعرف تتكلم مع بعضها أبداً. تمام قوي، لحد كده الكلام بسيط. طب ما تيجوا ندخل في تفاصيل أكتر شوية ونشوف بقى العنوان الرقمي ده بيتكون من إيه بالظبط. ال IP address على فكرة مش بيشتغل لوحده، لا، ده معاه شلة كده، أو خلينا نقول 2 صحاب أنتيم معاه دايما. لو أي حد فينا فتح إعدادات الشبكة على موبايله أو الكمبيوتر هيلاقي ال3 دول دايما جنب بعض. أبطال القصة بتاعتنا هم ال3 دول، ال IP address نفسه، وصاحبه الأولاني السبنت ماسك، وصاحبه التاني الديفولت جيتواي. أنا عارف الأسماء شكلها تقيل وممكن تخض، بس صدقوني الحكاية وراهم أبسط مما نتخيل. طيب عشان نفهم كل واحد فيهم بيعمل إيه هنستخدم تشبيه بسيط قوي هيفضل معانا لآخر الشرح. تخيلوا إن الشبكة بتاعتنا في البيت دي عبارة عن حي سكني صغير أو شارع واحد. وهنا بقى في سر صغير أو خدعة بسيطة. صاحبنا اللي اسمه سبنت ماسك ده وظيفته يقول لنا انهي جزء من عنوان الاي بي ثابت لكل الناس اللي في الشارع بتاعنا. القاعدة بتقول ايه؟ أول ما نلاقي رقم 255 في السبنت ماسك نعرف على طول إن الرقم اللي قصاده فوق في الاي بي ده مقفول عليه بالقفل والمفتاح، ثابت ومش بيتغير. بصوا معايا كده على الجدول ده عشان الصورة توضح أكتر. تحت عندنا السبنت ماسك، شايفين؟ 255 255 255 وبعدين صفر. ده معناه إن أول 3 أرقام فوق في الآي بي اللي هم 192 168 1 دول لوكت مقفولين. طب والصفر الأخير ده بيقول لنا إن الرقم اللي فوقه اللي هو 101 ده بقى الجزء اللي بيتغير من جهاز للتاني. بالظبط كده. نرجع بقى للتشبيه بتاعنا. الجزء الثابت ده هو اسم الشارع بتاعنا. كل الأجهزة في البيت ساكنة في نفس الشارع. أما الجزء المتغير الأخير ده هو رقم البيت أو رقم العمارة اللي بيميز كل جهاز. حلو قوي. طب يجي هنا سؤال مهم جدا، مين أصلاً اللي بيدي الأجهزة دي العناوين بتاعتها؟ يعني لما موبايل جديد بيتوصل بالواي فاي بيجيب العنوان ده منين؟ الإجابة في الجهاز الصغير اللي كلنا عارفينه ومركون في حتة في البيت، الراوتر. أيوة، الراوتر هو العمدة بتاع الشبكة، هو المسؤول يدي لكل جهاز ال IP address بتاعه أول ما يدخل الشبكة. وعشان ما ننساهاش ممكن نتخيل الراوتر ده عامل زي أوبرا وينفري بتاعت الشبكات. كل جهاز جديد يدخل على الواي فاي الراوتر يبصله ويقول انت ليك اي بي وانت كمان ليك اي بي، كله ياخد اي بي، بيوزع العناوين بكرم على اي حد. الموضوع السحري ده، عملية التوزيع الأوتوماتيكي دي، ليها اسم تقني طبعا وهو ال DHCP. ده مجرد اسم للبروتوكول اللي بيخلي الراوتر يقوم بالمهمة دي لوحده من غير ما نحتاج نعمل أي حاجة. تمام جدا، يبقى دلوقتي عرفنا إن أجهزتنا كلها جيران في نفس الشارع. بس المشكلة بقى إزاي الكمبيوتر بتاعنا اللي في شارعنا ده يعرف يكلم سيرفرات جوجل أو نتفليكس اللي في شارع تاني خالص وممكن في بلد تانية؟ يعني الكمبيوتر اللي في شارع 192.168.1 إزاي هيوصل لنتفليكس اللي على شبكة وعنوان مختلفين تماماً؟ الموضوع محتاج وسيط. وهنا بيجي دور البطل الثالث معانا. لما الجهاز بتاعنا يكتشف إن العنوان اللي عايز يوصله مش معاه في نفس الشارع بيعمل إيه؟ بيندع على المساعد بتاعه الديفولت جيتواي. ولو كملنا بنفس تشبيه الحي السكني يبقى الديفولت جيتواي ده هو مكتب البريد بتاع الشارع. لو عايزين نبعت رسالة لجارنا اللي في البيت اللي جنبنا بنروح نديها له في إيده، لكن لو هنبعتها لواحد ساكن في مدينة تانية لازم نروح نسلمها لمكتب البريد وهو بقى يتصرف ويوصلها. طب والمفاجأة الكبيرة بقى إيه؟ البلوت تويست بتاع الحكاية إن الديفولت جيتواي ده هو نفسه الراوتر. أيوة، يعني أوبرا اللي كانت بتوزع العناوين هي نفسها مكتب البريد اللي بيوصل الرسائل للعالم الخارجي. جهاز بصراحة شايل الشبكة كلها على كتافه.
طيب سؤال عملي بقى عشان نختم دي، بالإعدادات العادية اللي عندنا في البيت دي، يا ترى كام جهاز ممكن يتوصل على الشبكة بتاعتنا في نفس الوقت؟ الحسبة بسيطة قوي. مش احنا قلنا ان الجزء الأخير هو اللي بيتغير؟ الجزء ده ممكن ياخد أي رقم من 0 لحد 255، يعني عندنا 256 احتمال، بس مهلا مش كلهم متاحين. في كام عنوان كده محجوزين لمهمات خاصة. أول عنوان اللي هو آخره 0 ده بيبقى اسم الشارع نفسه، وآخر عنوان اللي هو آخره 255 ده بتاع البرودكاست، زي ما يكون واحد عايز يزعق في الشارع عشان كل البيوت تسمعه. وطبعا الراوتر نفسه لازم ياخد عنوان، فكده خسرنا 3 عناوين. يبقى الحسبة النهائية 256 ناقص ال3 المحجوزين دول، يتبقى معانا 253 عنوان متاح. يعني نقدر نوصل 253 جهاز في نفس الوقت، وده طبعا أكتر من كافي لأي بيت. يبقى عشان نلخص الحكاية كلها في كام نقطة، الاي بي ادرس ده هو رقم البيت المميز لكل جهاز، السبنت ماسك هو اللي بيرسم لنا حدود الشارع بتاعنا، واخيرا الديفولت جيت واي اللي هو الراوتر ده مكتب البريد اللي بيوصلنا بباقي شوارع العالم. وبكده نكون فهمنا بالظبط الحي الرقمي الصغير بتاعنا ده شغال ازاي من جوه. بس ده بيفتح الباب لسؤال أهم وأكبر بكتير. لو كل ده بيحصل جوه شبكتنا المحلية، يعني جوه الشارع بتاعنا بس، ازاي بقى العالم الخارجي كله بيعرف يوصل للشارع بتاعنا ده أصلا وسط ملايين الشوارع التانية على الإنترنت؟ دي بقى حكاية تانية خالص.